اسمي يحيى، عندي حوالي 29 سنة. أنا أصلا مش من القاهرة، أنا من المنيا. بس بحكم ظروف شغلي اضطريت إني أسيب المنيا وأجي أستقر في القاهرة. أنا بشتغل مهندس شبكات، وبسبب طبيعة شغلي تقريبا الاختلاط بالبنات شبه معدوم. يمكن عشان كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي. في فترة الكورونا طبعا كلنا كنا قاعدين في البيت، ومن بعدها معظم الشركات بقت تخلي الشغل من البيت، وده اللي حصل معايا في شركتي. خصوصا ان اقدر اتابع كل حاجة عن بعد، وده يمكن اللي يزود احساسي بالوحدة. فكرة انك تكون مغترب وما تعرفش حد في البلد يخليك دايما قافل على نفسك. ده غير فكرة اني اصلا شخص خجول جدا ومش بعرف اتعرف على الناس بسرعة، ويمكن ده اللي خلى دايرة علاقاتي محدودة جدا. وفي يوم كنت فعلا حاسس بالملل، وكنت بحكي لواحد صاحبي على القهوة اني زهقت من الوحدة والملل اللي انا عايش فيهم. وطبعا فتح معايا موضوع الارتباط والجواز، وللأسف أنا كنت رافض جدا فكرة الصالونات. وبرضه ظروف شغلي وحياتي بتخلي يكون صعب جدا إن ألاقي حد أعيش معاه قصة حب تخلينا نتجوز. فصاحبي ده اقترح عليا ابلكيشن، وقال لي ان ده ابلكيشن تعارف، وممكن من خلاله اتعرف على ناس جديدة، ومن عارف يمكن الاقي حد ارتبط بيه. في الأول رفضت الفكرة جدا لأنها كانت جديدة وغريبة عليا، وطبعا هو اتهمني إني رجعي ومش عايش معاهم في الدنيا. روحت بس من كتر الملل فكرت، طب ليه لأ ما نزل التطبيق ده، يمكن ألاقي فعلا نص التاني. خصوصا إن قريت على الابليكيشن ولقيت إن فعلا في ناس بترتبط عن طريقه. المهم نزلته وبدأت أشوف صور لناس كتير، لحد ما في بنت عجبتني شكلها. كانت لطيفة وهادية وجميلة جدا، وتقريبا ساكنة في نفس المنطقة اللي أنا فيها. بدأنا نتكلم، والحقيقة كانت لطيفة جدا، وحسيت اني عايز اقابلها، وبدأت اعرض عليها ان احنا نتقابل. في الاول اترددت وقالت لي انها خايفة حد يشوفنا مع بعض، ولقيتها بتسألني هو انا عايش لوحدي، فقلت لها اه. فاقترحت عليا اننا نتقابل في شقتي. انا بصراحة اتصدمت من الطلب، لكنها فضلت تقول لي انها واثقة فيا جدا وعارفة اني مش هفهمها غلط، وحلفت ان عمرها ما حست بالثقة دي مع حد قبل كده. بس هي من عيلة محافظة جدا، ولو شافوها مع حد ممكن يقتلوها. انا ما كنتش مستريح للأمانة، وحسيت ان في حاجة غلط. حاولت اتحجج بأي حجة، وبرضه افتكرت كلام صاحبي اني قديم ومش عايش معاهم في الدنيا، والحياة في القاهرة تختلف عن الحياة في الصعيد. وممكن يكون ده السبب اللي خلاني اوافق، اني مش عايز احس اني قافل على نفسي. وسبب تاني برضه خلاني اوافق اني اصلا حاسس بوحدة رهيبة. وافقت واديتها ميعاد بعد ساعتين، وبعت لها العنوان واللوكيشن. والحقيقة الساعتين دول كانوا كافيين اني الحق اوضب البيت اللي عامل زي المزبلة. وضبط البيت وفضلت في انتظارها، وشوية ولقيتها جت. طبعا كنت مبسوط ومتحمس جدا، بس سعادتي وحماسي ما استمروش كتير. اول حاجة شكلها كان مختلف شوية عن الصورة اللي في التطبيق. هو صحيح مش واحدة غيرها، بس كانت النسخة الاوحش، او مثلا صورها بفلتر شوية. وطلبت حاجة تشربها، وفعلا رحت جبت عصير كان عندي في التلاجة وسبتها ثواني. دخلت الحمام، جيت لقيتها فاتحة العصير وجايبة لنا كوبايتين وبتصرخ. هنا فعلا قلبي ما كانش مرتاح للي بيحصل. كنت حاسس انها ممكن تكون حطت لي حاجة. انا عارف ان انا الغلطان من الاول اني سمحت لها انها تيجي، بس ساعات الواحد بيعمل تصرفات مش بيفكر تفكير منطقي فيها. المهم فضلت تلح عليا علشان اشرب، وقدام الحاحها اضطريت ان اشرب. صحيح طعم العصير ما كانش فيه حاجة متغيرة، ويمكن ده طمني، لكن هي دقايق بالظبط وبدأت أحس حاجات غريبة. بدأت أحس بدوخة وتنميل وكأني هفقد الوعي. بدأت كل حاجة تروح وتيجي قدام عيني. هي لحظات وما كنتش في الدنيا. عدى وقت ما كنتش عارف هو فيه ايه بالظبط. بدأت أحاول أفتح عيني، أنا ما كنتش حاسس إن عايش ولا ميت ولا فيه ايه. بدأت أحاول أركز وأقوم، بس دماغي كانت تقيلة جدا، وكمان جسمي كله كان فيه وجع بشع كأني مضروب 100 علقة. ببص لقيت نفسي في أوضة النوم على الأرض. بدأت أحاول أقوم أقعد، لكن كان في ألم بشع في بطني. حاولت أشوف إيه اللي موجود، وبيوجع بالمنظر ده. لقيت بطني كلها كدمات، ده غير كذا جرح موجود في بطني كأنها غرست سكينة. حاولت أحط إيدي في جيبي أطلع الموبايل علشان أكلم البوليس، بس ما لقيتوش. بس
لقيت الخزنة مفتوحة اللي في أوضة النوم ومكسورة ومسروقة، ومسروق منها 200,000 جنيه، ودهب كنت جايبه استثمر فيه. حاولت أخرج للصالة ولقيت الشقة كلها مقلوبة، حتى التلفزيون متاخد من على الحيطة، والحيطة مليانة بقع دم. كان عندي عدة قديمة مرمية في درج الكومودين، طلعتها وبدأت أكلم البوليس، وكلمت كمان واحد صاحبي علشان يكون معايا. وفعلا البوليس جه والإسعاف وحاول يسعفني، وقالوا إن حظي حلو جدا إني لسه عايش. ولما خدوا عينة من دمي لقوا إن فيها نوع مهدئ نادر جدا بيستخدم علشان يهدئ الحيوانات البرية، وإن ده لوحده كان كفيل إن هو يموتني لولا ربنا ستر. وطبعا ما كانش معايا أي دليل ولا حتى معلومة عن البنت. كل اللي اعرفه عنها هو اسمها اللي اصلا ممكن ما يكونش حقيقي. حاولت افتح التطبيق من موبايل التاني وكنت متأكد ان هلاقيها مسحة البروفايل بتاعها، وده فعلا اللي لقيته. حاولت اوصل لاي حاجة ومعرفتش. البوليس عمل محضر بالواقعة وطبعا ما وصلش لاي حاجة. واللي خلاني افضل في رعب اني لقيت على حيطة من الحيطان البيت طلاسم مرسومة بالدم، وطبعا الدم ده كان في الاغلب هو دمي. طبعا الرعب اتملكني وقررت اني مش هقعد في الشقة دي تاني. نقلت في شقة تانية، ومش بس كده، انا كمان ركبت كاميرات مراقبة. وبصراحة صح اي حد يعمل كده، خصوصا ان احنا حاليا في عدم امان، والكاميرات دي هي الشيء الوحيد اللي ممكن يثبت اي حاجة بتحصل. مش عايزة اقول لكم الشهرين دول عدوا عليا ازاي، ولا هقدر احكي كمية الرعب اللي عشت فيها، ولا قلة النوم والكوابيس اللي كنت بحلم بيها كل ليلة. ده لو عرفت اصلا اني انام. كل اللي اقدر اقوله اني اتربيت من الاول وجديد، وعرفت ليه كانوا زمان بيقولوا لنا واحنا اطفال ما تفتحش الباب لاي حد غريب. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وقولولي حبيتوا القصة ولا لا.